الأخبار الموجزة ليوم الخميس. التقى معالي وزير الإسكان والتنمية العمرانية الشيخ حمد الله نعماني عددا من المواطنين من المقاطعات المختلفة وبحث معهم حل مشاكلهم. التقى المولوي محمد عباس وزير الدولة للوصول إلى الحوادث مع الممثل الخاص لأغا خان. عقد اجتماع الإدارة المركزية العاشرة لوزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل الإداري المولوي سخاء الله سعيد. وزارة مكافحة الكوارث تقول إنه تم توزيع حقائب النظافة على 143 أسرة تحت مظلة إدارة التأهب للكوارث في ننقرحار. عادت كهرباء تركمانستان إلى طبيعتها ببذل جهود موظفي شركة الكهرباء في مقاطعتي بلخ وسمنغان. وزارة المالية تقول إنه تم تسريع عملية التسجيل والتخليص الجمركي للمركبات في كابول. عقد وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد لقاء مع رئيس قسم التخصص والمدربين المختصين في المستشفيات المتخصصة المختلفة بخصوص توحيد البرنامج التخصصي والمعوقات القائمة أمامه. التقى وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية مولوي عطاولة عمري بعدد من المزارعين في وسط ونواحي المقاطعة سمنغان خلال زيارته. أصدرت المساعدة الاقتصادية لرئاسة الوزراء تقريرا بالفيديو عن أنشطة وإنجازات الأسبوع الماضي.